السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حارس إشبيليا يقبض على مشجع حاول الاعتداء عليه أثناء المباراة. شهدت مباراة أيندهوفن الهولندي ضد إشبيليا الإسباني اليوم الخميس واقعة مثيرة في إياب مرحلة خروج المغلوب المؤهل لدور الستة عشر بدوري الأوروبي. المباراة انتهت بفوز أيندهوفن بهدفين دون رد، لكن بطاقة التأهل ذهبت للفريق الأندلسي بفضل فوزه ذهابا بثلاثية دون رد. وألقت شبكة بيلتشر ريبورت الضوء على واقعة شهدتها المباراة بطلها ماركو ديمتروفيتش الحارس المرمى لإشبيليا. وتفاجأ حارس الصربي باقتحام أحد مشجعي للملعب والركض نحوه للهجوم عليه، لكن حارس إشبيليا فاجأ الجميع بالانقضاض على المشجع والإمساك به دون أن ينجح الأخير في الإفلات منه حتى دخل أمن الملعب لأخذه خارجا. وعلق أيضا مدرب إشبيليا خورخي سامباولي اليوم الخميس بعد الخسارة 2-0 أمام مضيف أيندهوفن أنه لم يتفهم عدم اتخاذ الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو إجراء حيال اقتحام أحد مشجعي الملعب للاعتداء على الحارس الصربي للفريق الأندلسي ماركو ديمتروفيتش. وأضاف سامباولي: لقد ضربه مشجع في الدار، إنها أشياء تحدث، لكن إذا كان هذا مقبول فقد يحدث أي شيء بعد ذلك، معتبرا أن الحكم كان يجب أن يكون أكثر حزما تجاه هذا التصرف. وأكد أن المشجع تسبب في توتر أكبر في مواجهة لم نكن نستحق خسارتها، لأن إشبيليا لعب مباراة نظيفة وكان الأفضل. وتابع: لقد لعب الفريق مباراة جيدة وسيطر على المواجهة كلها، لكن الفريق المنافس سجل من لعبتين. وعبر إشبيليا إلى ثمن نهائي دوري الأوروبي رغم هزيمته اليوم، مستفيدا من فوزه ذهابا في إسبانيا بنتيجة 3-0. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو متابعي قناة سبورت فليت، نلتقي في فيديو آخر، إلى اللقاء.